مرحبا بكم معي في قناة عالم مريم للطبخ اللي هي قناتكم كاملين. مرحبا بكم معايا في القناة وشكرا لكم بزاف على دعمكم ليا، وما تنساونيش بلي لايك والتعليق ديالكم زوينين وفعلوا الجرس اللي ما مفعلش الجرس يفعل الجرس. اليوم جيت نشارك معكم مقارونيه بواحد الصلصه منقوشيكم. هنا عندي الثومه والفلفله والبصله والزويته نباتيه درتهم كيتشحروا حتى كوقفوا كتعلق معنا ديك البصيله كتكرمل. من بعد كنزيد واحد تقريبا هنا درت واحد 20 درهم ديال الكفته ديال البقر. صافي هنا غادي نشحر هادشي مزيان. المهم البصله والفلفله انا درت الخضره، الا كانت عندكم الحمراء من الاحسن، يعني تكون مشلضه رقيقه. واحد الفرع ديال الثومه. هنا من بعد ما فرتت ديك الكفته مزيان درت هنا البزار وغندير نضيف الملحه. صافي انا بالنسبه لي باط كاملين كل وحده والمذاق ديالها وكل وحده والعطريه ديالها. المهم اغلبيه المقارونيه او لي باط عندي كنحضرهم بالملحه والبزار. صافي هنا غادي نزيد صلصه الطماطم المنزليه وغادي نزيد الطماطم المركزه. بالنسبه لهاد الصلصه راه مشاركاها معكم في القناه، شوفوا اللون ديالها والختوريه صراحه كتجي زوينه وكتصبر معنا مده اطول وكتجينا سهله هكا في الاستعمالات يعني ديال المطبخ. هنا غادي نضيف الصلصه ديال الطماطم المركزه، درت هنايا واحد تقريبا واحد 2 معالق. صافي هنايا غادي نبقى نشحر هذا الشيء على عافيه نهيله حتى كطيب معنا هاد الصلصه. هنا عندي الريحان او لا عفوا ماشي الريحان، داك الحبق مجفف الاوريغانو. غادي نضيف واحد الكميه اللي عندكم طري تقطعوه ولا ترميوه هكا كوريقات. انا عندي مكرمله صراحه كيجي واحد المذاق منقوش لكم، واحد الريحه طالعه دابا غزاله. هنا عندي المقارونيه درتها في الماء طيب كطيب، درت لها الملحه. اختاروا اي نوع عندكم، المهم انا درت هذه الطويله هكا. صافي كنخليها كطيب. من بعد ما طابت معايا المقارونيه غادي نهز واحد 2 مغارف تقريبا ديال الماء ديال المقارونيه اللي طابت معايا. بالنسبه للدور ديال هذا الماء كيطلق معنا النشا ديال المقارونيه كتختر لينا هذيك الصلصه ديال الطماطم. بهذه الطريقه ديروها في اي مقارونيه او الصلصات اللي درتو ديروا هذه الطريقه صراحه كتجي زوينه الصلصه ديالهم. هنا درت المقارونيه. غادي نهضر لكم على هذه صلصه الجبن. هذه الصلصه متواجده في المتاجر الكبرى. هنا تقريبا ضفت واحد نص كاس، هذه راه فيها ايطرو صلصه الجبن. كنديرها في هكا في لي بات، كنديرها في الشاورما، كنديرها في الطاكوس، عندها عديد الاستعمالات صراحه كتجي غزاله. صافي غادي نحرك هادشي مزيان حتى كيتعلق. من بعد غادي نزيد واحد تقريبا 100 غرام ديال الفرماج بارموزو ملك الاجبان كيف ما كيقولوا لي صحاب ايطاليا. صراحه غزال في لي بات، كنتمنى منكم تجربوهم لانهم صراحه كتجي غزاله هاد الطريقه ومعلكين كيجيو. هاد الصلصه ديال الفرماج هذا ماشي اشهار لاني صراحه غزاله هاد الصلصه كتجي زوينه في لي بات. كنتمنى منكم تجربوا هاد لي بات بالطريقه اللي عطيتها لكم لانها صراحه بنينه بزاف البنات. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح